بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نبدأ في الفيديو اعمل لايك في الفيديو واعمل متابعة للصفحة عشان تشوف معانا كل جديد في أسعار العملات القديمة. كلامنا النهاردة عن نص جنيه البنك الأهلي المصري اللي هو الشهير بنص جنيه الجعران. نص جنيه الجعران اللي هو ده اللي قدامك ده شهير بنص جنيه الجعران، ودي النسخة رقم 3 من نص جنيه المصري. طبعا أول نسخة اللي هو النص جنيه ابو الهول، اللي هو كان ابو الهول في نص الورقه كده تلاقي صوره ابو الهول، وطبعا النسخه دي نادره ومش موجوده ومش هتلاقيها. ده اول نص جنيه. تاني نص جنيه اللي هو نص جنيه ابو الهول، اللي هو ابو الهول على الشمال هنا، ودي برضو نسخه مش هتلاقيها، دي استحاله تلاقيها برضو. النسختين الاولانيين دول استحاله تلاقيهم، مش موجودين. نص جنيه ابو الهول في النص ونص جنيه ابو الهول على الشمال، النسختين دول استحاله تلاقيهم، مش موجودين. نيجي على تالت نسخة اللي هو اللي قدامك ده، الشهير بنص جنيه الجعران، البنك الأهلي المصري. أي حاجة مكتوب عليها البنك الأهلي المصري، أي حاجة مكتوب عليها البنك الأهلي المصري طبعا بيبقى سعرها غالي، طبعا بيبقى سعرها غالي غير البنك المركزي المصري. البنك المركزي المصري أي ورقة مكتوب عليها البنك المركزي المصري دايما بيبقى سعرها قليل. أي حاجة مكتوب عليها البنك الأهلي دي غالية، لأن دي من النوادر. أي حاجة البنك الأهلي بتبقى نادرة، لأن البنك الأهلي طبعا قبل البنك المركزي بكتير. بنك الأهلي المصري من سنة 1899. البنك المركزي ده إصدار الستينات، أوائل الستينات. طيب هنتكلم عن الورقة دي، نص جنيه الجعران ده سعره برضو يبدأ على حسب حالة الورقة، حسب حالة الورقة. كل ما كانت الورقة جديدة ما فيهاش تكسير، ما فيهاش قطعات، ما عليهاش شخابيط، سعرها بيعلى، سعر الورقة بيغلى. طول ما الورقة أنصر سعرها يعلى. ورقة مكسرة متقطعة عليها شخابيط، كل ده بيقلل من سعرها. كل حاجة برضو على حسب حالة الورقة نفسها. فالنص جنيه، وبرضو هنا هنتكلم برضو على حسب توقيع المحافظ نفسه. كل ما كان المحافظ التوقيع قديم الورقة سعرها يغلى، توقيع جديد الورقة سعرها يقل. فالنص جنيه اللي قدامك ده إصدار سنة 30، أول إصدار منه في الثلاثينات، أول إصدار منه في الثلاثينات لغاية سنة 52 53 في الوقت ده. فالورقة دي تبدأ من 300 جنيه، وبرضه على حسب توقيع المحافظ، على حسب توقيع المحافظ. يعني المحافظ مثلا اللي هو أول محافظ ليه اللي هو إدوارد كوك ده، لو الورقة مكتوب عليها إدوارد كوك ده المحافظ الأولاني ده سعرها يبدأ مثلا من 400 جنيه فيما فوق، على حسب حالة الورقة برضه. كل حاجة برضه هنا على حسب حالتها. فالورقة لو مثلا المحافظ إدوارد كوك ده والورقة أنصر جديدة ما اتلمستش تعمل 2000 2000 ونص 3000. كل حاجة برضو على حسب حالتها، اللي هي حالة الأنصر. فيها تنيات، فيها كسرات، الكلام ده كله تبدأ من 300 400 وفيما فوق. المحافظ اللي بعديه مثلا تبدأ الورقة من 200 جنيه فيما فوق، برضو على حسب حالة الورقة. كل حاجة هنا على حسب حالة الورقة، الكلام بينطبق كله على حسب حالة الورقة. كل ما كانت الورقة جديدة وأنصر سعرها يعلى، متقطعة مشخبطة فيها تنيات فيها كسور سعرها يقل. أماكن البيع والشراء معروفة، جروبات الفيسبوك، الأسواق الحرة اللي موجودة في كل المحافظات، الأسواق الحرة اللي موجودة في كل المحافظات، جروبات الفيسبوك. بالنسبة للناس اللي هي بتبعت لي إن هي معاها عمولات وعاوزة تبيع، أماكن البيع موجودة على جروبات الفيسبوك. اعرض عملتك على جروبات الفيسبوك، الناس بتشتري هناك وتبيع. وفي ناس بتعمل اعلانات، اكتب بس انت اكتب في البحث كده عملات قديمه،
هتلاقي يقول لك فلان لشراء العملات، فلان لشراء العملات، وارقامهم موجوده والكلام ده كله. بس المهم يكون معاك حاجه نادره وحاجه مطلوبه، مش اي حاجه بتنباع. الكلام ده قلناه كتير، مش اي حاجه بتتباع، اللي بيتباع اللي هو النادر بس. كل الناس معاها عملات قديمه، كل الناس معاها عملات قديمه، بس انهي عمله اللي تتباع؟ اللي هي مش موجوده، النادره، ده اللي يتباع. انما اللي موجود بقى معايا ومعاك ومع التاني والتالت يبقى مش نادر. فلو معاك حاجه قديمه وحاجه مطلوبه بح. والاسعار هنا في الفيديوهات، تابع الفيديوهات هتعرف الاسعار. كل العمله، اسعار العملات اللي معاك هتعرف اسعارها من الفيديوهات اللي موجوده على الصفحه. اعمل لايك للفيديو واعمل متابعه للصفحه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.